صباح الخير. كنا ساعات بنروح شركات، واحنا داخلين كده رايحين كونسلتيشن ولا حاجة، لسه داخلين الشركة، وهي خاصة طبعا ده في الفاميلي بيزنس يعني. فكنا نسأل فين صاحب الشركة، مكتبه فين، وده بيبقى مقصود اسم مكتبه فين. فيقول لك مكتبه هناك اهو، ما شاء الله. وبيقعد الساعة كام، بيجي امتى بقى يا جماعة؟ لا ده ما شاء الله عليه، بيجي مثلا ايه الساعة 5 الصبح، بينزل 9 بالليل، 11 بالليل. غالبا بنعرف ان الشركة خربانة. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل برضه؟ يقول لك من ضمن الحوكمة حاجة اسمها ايه، فصل الملكية عن السلطة. حضرتك انت بتعمل الشركة بتاعتك دي، وهنبتدي دلوقتي ندخل يعني هنجيبها من اول حد بيزنس اونر لحد موظف لحد زوجة وزوجة في البيت. طب لو انت صاحب عمل، انت بتعمل ايه؟ انت بتبني هذه الماني ماشين بيسموها، مكنة بتجيب فلوس. اوكي، المكنة دي عبارة عن شركة وتفر نوع القطاع بتاعها ايه. قالك ما تشتغلش ترس في مكنة. يعني انت جبت المكنة عشان تعمل داشبورد كده، تشوف هي طلعت كام يونت، كام وحدة، انتاجيتها ايه، سرعتها ايه، مشاكلها ايه، مش مشاكلها ايه. لكن مجرد ان انت خدت قرار كصاحب عمل انت تشتغل جوه المكنة ترس، انت مش هتعرف تمانج، انت غالبا هتعطل الشغل بس مش تعمل اي حاجة. فانت عمال بتمضي يعني، طالما ليك مكتب واشتغلت موظف انت صاحب عمل. رحت رايح عامل ايه، رحت شغال موظف، رحت عامل ايه، جايب مكتب وبتحضر من 9 ل 5 ومن 7 الصبح ل 11 بالليل، اعتقادا منك اللي انت بت فلوسي يعني عشان تحافظ عليها عشان ما تتسرقش. وطبعا في على طول كده ريسك ريسبونس، فاكرين 5 ريسك ريسبونس، استراتيجيات الاستجابه. غالبا الفاميلي بيزنس الاونر اللي بيكون قاعد هو عنده استجابه واحده بس، انا بتسرق، فانا قاعد ليل نهار استجابتي اللي انا قاعد ليل نهار بقى ايه في الشركه عشان ما حدش يتسرق. الجود نيوز اللي انت حضرتك هتتسرق طبعا، مش هتعرف تكبر لان انت بقيت ترس في مكان. انت حضرتك عايز تشوف انت شغلتك فين، بنقول دايما حتى من اول رؤساء قطاعات، غالبا شغلتك مش في المكتب، شغلتك بره في الشارع، شغلتك في ايفنتس، شغلتك تقعد في اليخت لابس التيشيرت البولو مع شويه ناس عشان تخلص ديلز. لكن قاعد في المكتب دي، فاكرين امبارح ما كنا بنتكلم في موضوع الايكو سيستم، ان انت لازم تكون فاهم المجال وليك علاقاتك في المجال اللي انت فيه. العلاقات دي بتتم برضو فين؟ بره المكتب. بس انت كموظف صغير بتعملها بعد الشغل، لان انت كموظف صغير شويه، معلش انت الترس، احنا لسه الترس لسه بتتعلم. فانت لازم تكون جوه الايه، جوه المكنه، تدخل وتشوف كده التروس بتمشي ازاي مع بعضها، وبتتزيت ازاي، وبتتصين ازاي، عشان تعرف تطلع بره لما تيجي تبص على الشاشه تعرف ايه تمانج وتدير. لكن لما تكبر تبقى انت النهارده صاحب عمل، لازم تكون انت حضرتك ايه، بتبص على الداشبورد. بقيت ترس في المكنه، عمرك ما هتشوف المكنه شغاله صح ولا لا. وانت المشكله اللي انت عايز تعمل اكتر من مكنه، انت اصلا مسحول في المكنه اللي انت ايه شغال فيها دي، ما تعرفش تكبر اصلا. طب لو انت رئيس قطاع، رئيس قطاع زي ما قلنا لازم برضو تطلع بره بوتقه الوظيفه، يعني الحيز الذهني بتاع الوظيفه. حضرتك دلوقتي رئيس قطاع سي ليفل. سي ليفل ده حضرتك المفترض برضه يكون ليك علاقاتك، المفترض انت بتجيب شغل للشركه، المفترض انت بتقعد مع ناس يعني بوبات في المهنه اللي انت فيها، وبتعرف انسايتس عن الماركت وعن السوق وعن الترند وعن البوليتكس وعن الريجيليشن، يعني ايه صح، عشان تعرف ايه تاخد قرارك. يبقى ليك وضعك لما تيجي تقعد على كرسي في مجلس الاداره، سواء انت مدعو ولا جزء من لجنه منبثقه ولا انت في مجلس الاداره اصلا في شركه تانية مثلا، يبقى انت ليك سي، ما ليك تقل، ليك وزن. لو انت ما تعرفش اي حاجه عن موضوع شغال برضو ايه ترس في مكنه. ترس في مكنه هنا ايه بقى، رئيس العمل مشكلته ان هو لما بيجيب ناس، صاحب العمل يعني لما بيجيب ناس وبيشتغل ترس في مكنه، هو اكشولي بيعطل بقيه التروس اللي هم مين، السي ليفل، الموظفين الكبار والموظفين الصغيرين. وبقى بيمضي على ايه، كاس السكر وايه وادوات النظافه عشان يحافظ على فلوسه. فلما بيجيب حتى ترس كبير متمثل في سي ليفل، متمثل في ناس من مالتي ناشونال زي ما شركات فاميلي بيزنس كتير، ما يدروش صلاحيات في الاخر يأيدوا. طيب نفس الموضوع لو انت سي ليفل بقى، انت اصلا دايركتور، انت رئيس قطاع، انت مدير عام، انت وات ايفر، لما بتجيب مدير برضو عشان تحافظ على الكرسي بتاعك، اعتقادا منك انك بتحافظ على الكرسي بتاعك وتؤمن نفسك، فانت ما بتسيبش معاهم صلاحيات. فانت بتقوم جايب تروس اصغر منك وتشتغل شغلتها، فتشتغل شغلتك از ترس كبير وتشتغل شغلتهم از تروس صغيره. فبالتالي بتحصل برضو المركزيه اللي بتعمل مشاكل، فلا الناس بتتعلم ولا انت عارف تديليجيت، انت مش عارف، انت مش عايز تديليجيت. طب لو انت موظف صغير
اه، مش تسألش برضو ايه انت ترس، انت غصب عنك ترس عشان ايه احنا لسه بنتعلم. طب لو انت ترس صغير، حاول تفهم كده التروس شغاله ازاي، يعني ايه، يعني ايه، عيش كده في المكنه شويه كل شويه بص كده شوف هي التروس متركبه على بعضها ازاي، الشركه دي متركبه على بعضها ازاي، الهياكل التنظيميه بتاعت الشركه دي عامله ازاي. اقعد مع الدايركتورز والمديرين اللي معاك، افهم منهم هو ايه اللي بيحصل، ايه الشركه دي بتدار ازاي، ما تقعدش يعني سوري يعني استهبل في اي كلام، ما تقعدش ترجي وخلاص. حاول تتعلم كيف تدار هذه المؤسسات، كيف تدار هذه الصناعه، كيف تدار هذا السوق. حلو. وبعد الشغل حاول انت تشغل نفسك بحاجه عشان تطلع تشغل نفسك بحاجه هتعلمك هو ايه اللي بيحصل بره المكنه. هو اللي بيشتري المكنه ده عشان يشوف في الداشبورد ويحط التروس على بعضها صح بيعمل ايه، الناس اللي نجحت والناس اللي ايه، الناس اللي فشلت. لو انت في البيت زوج او زوجه، ما تدخلوش نفسكم في كل التفاصيل. يعني انت جيت النهارده من بره، حلو، لقيت حاجه متغيره مكانها، ما تدخلش نفسك، يعني خليك في الترس بتاعك. احنا هنا بقى ترسين ومفيش داشبورد احنا بنقول لبعض مؤشرات اداء، انت ايه الاخبار يا حبيبتي، انت ايه الاخبار يا حبيبي، عاملين ايه. كل واحد بيدي مؤشرات، بيدي مؤشرات ايه من بره المكنه، انهي مكنه. كل واحد بقى جوه البيت مسؤول عن مكنه ما. فهي مسؤوله عن شويه تخصصات ومسؤوليات. فاكرين اول مش فاكر كم شهر 8 باين لما اتكلمنا على الموضوع ده، اتكلمنا على الجمعيه العموميه ومجلس الاداره، وكل واحد بقى مسؤول عن ايه، والديليجيشن اوف اوثورتي ما بين او تفويض الصلاحيات ما بين الزوج والزوجه. فهو كل واحد مسؤول عن المكنه بتاعته، وانا باجي اقرا مؤشرات الاداء، وهي انا مسؤول عن المكنه بتاعتي وهي بتيجي تقرا مؤشرات الاداء، ولو في حاجه بنتكلم فيها. لو انا ابتديت ادخل في تفاصيل، ابتديت ادخل مثلا بقى ايه في المطبخ، يعني عارف، وابتديت بقى ايه اقعد اقلب، وهي ابتدت تدخل في حاجه تانية، وابتدت تقعد تقل ان تحصل بقى الايه المشاكل. فبنسيب المشاكل الكبيره، او بنسيب الحاجات الفرص الكبيره، او بنسيب اللي احنا نستمتع، اللي احنا نقعد مع بعض ونبتدي ندخل في تفاصيل، التفاصيل تعمل لنا مشاكل، فنكره بعض ونسيب بعض ونطفش من البيت، وهي تقعد تتكلم مع ايه صاحبتها في التليفون تشتكي ان هو مش فاهمني. وهنا نشير لمين فروم مارش ومن فروم فينوس، الرجال من الزهره الرجال من المريخ والنساء من الزهره، لو نتفرج عليه. طب الشاهد النهارده بس سريعا ان هو ما تشالش ترسه في مكنه، يعني في البيت ما تدخليش في تفاصيل، وما تدخليش في تفاصيل توجع دماغنا. خلينا في المؤشرات الرئيسيه، وكل واحد يبقى ليه هيز اون مكنه شغال فيها وبالتروس بتاعته وبيحطها هو بيتصرف فيها. في الشغل انت كصاحب عمل ما تشتغلش موظف في شركتها، الله يكرمك. يا حضرتك انت اطلع بره، اطلع بره، هات ناس فاهمين يعرفوا يديروا شغل، حط لهم نظم رقابه داخليه، حط لهم GRC اللي احنا اتكلمنا فيها ونتكلم فيها نقط كل يوم نتكلم فيها، حط استراتيجيات، ابني بيزنس مودلز، حط سياسات واجراءات ودليل عمل، هات ناس تحط لك دي سياسات واجراءات عمل، حط مؤشرات اداء تقيس هذه السياسات والاجراءات. ابني اداره ليها علاقه باداره المخاطر المؤسسيه عشان تفلتر لك الحاجات دي، فتدي لك المؤشر اللي هو على المكنه، حلو، من غير ما تدخل في التفاصيل. خلي بالك لو عندك هذا المؤشر، اي مشكله هتحصل في اي ترس من 100,000 ترس الموجودين في المكنه هتشوفهم لو انت عامل نظام صح. لو فضلت تشتغل ترس في مكنه، صدقني عمرك ما هتكبر، عمرك ما هتنجح، او هتقعد تنجح somehow معاك فلوس حلوه، بس يعني هيجيلك ضغط وسكر وشعرك ابيض ويجيلك ديسك وظهرك، ويعني حاجات كتيره هتحصل عشان تعرف تعدي بهذه المرحله، كونك تبقى شغال بيزنس اونر او سي ليفل وشغال ترس تحت في المكنه. صباح الخير.